لو بطلنا ناكل لمدة 10 أيام ونفضل نشرب سوائل بس، إيه اللي ممكن يحصل؟ اللي هيحصل إن إحنا وزننا هينزل تقريبا 3-4 كيلو، في حين إن إحنا لو عملنا عملية زي عملية التكميم الوزن ممكن ينزل أكتر من كده بكتير، ممكن ينزل 8 كيلو أو أكتر في 10 أيام. اللي عايز أوصله إيه؟ إن عملية التكميم مش الهدف منها بس إن إحنا نصغر حجم المعدة، لأ، ده هي عملية بتشتغل على لخبطة الهرمونات اللي بتحصل مع مريض السمنة. لما بنستأصل جزء من المعدة فيه هرمون الجوع اللي هو في قبة المعدة، ده بيخلينا نساعد إن الهرمونات التانية اللي في الجسم يحصل لها تظبيط، الهرمونات ترجع تاني تشتغل بشكل طبيعي، فالمريض يقدر ينزل بسرعة في الوزن ويخس بشكل سريع. إذا عمليات التكميم مش هي عمليات هدفها إن احنا نصغر حجم المعدة وكأنها وعاء بس، هي عمليات هدفها إن احنا نصلح الهرمونات في الجسم عشان نرجع نعيش بشكل طبيعي، ننزل في الوزن بسرعة، نحافظ على صحتنا، نعالج المشاكل المزمنة زي الضغط والسكر والكوليسترول وغيره. هو ده اللي أنا حبيت أوصله. عملية السمنة عملية وظيفية، مش مجرد إن احنا بنصغر المعدة علشان نقلل كمية الأكل اللي بناكلها.